أو من سنين كثيرة كانت تناقش ولا زالت تناقش القضية الأحوازية. نعم. ولعله من المعلوم أو يمكن معلومة جديدة للمشاهدين إن أول مؤتمر يقام للقضية الأحوازية في المنطقة العربية كان في مصر وفي عهد الرئيس مرسي. صحيح. حكومة مرسي كانت تؤيد الثورة السورية، ودول الخليج تؤيد السيسي، والسيسي يؤيد النظام السوري، ودول الخليج تؤيد الثورة السورية. القضية قضية مبادئ يا دكتور، لو كانت المبادئ ثابتة لاستقام الأمر. ولعلي هنا أتكلم بروح تيار المحبة ومبادئ تيار المحبة. الشاعر يقول: نصحتهم نصحي بمنعرج اللوى، فلم يستبينوا النصح إلا ضحى الغد. نحن لسنا بحاجة لهذا البيت. مصر أمامنا كشعب سوري، كشعب تونسي عفوا. مصر أمامنا، لسنا بحاجة لهذا البيت. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. إذا لم يكن لإرادة الشعب التونسي والي يدافع عنها، أو سواء الشعب التونسي أو الشعب السوري أو الشعب المصري، إذا لم يكن لها والي يدافع عنها، فإن روح تيار المحبة وتيار المحبة يقف يدافع عنها. ولعلي هنا لفخامة الرئيس المرزوقي: لا يجتمع المتنازعون الآن في القصور والقاعات المكيفة، اجمعهم في قرية تونسية تعاني من حرارة الطقس ونقص في الخدمات، وقل لهم والله لن تخرجوا إلا إذا اتفقتم. والله سيتفق في خلال 3 ساعات. للأسف يا أخي محمد، اليوم قريت في الأخبار أنه في جريدة من الجرائد أنه لما راحوا الجزائر بعض الرؤساء الأحزاب قال لك كانوا يتناقشون حتى على احتمال تغيير الرئيس المرزوقي وعزله واستبداله بالسيسي سوري بالسبسي. فهي المشكلة في تونس. ولعلي هنا أشيد أيضا يا دكتور بموقف الرئيس المرزوقي عندما قال: لن أسلم الرئاسة إلا إلى رئيس منتخب. أنا أقول لهم: انظروا يا عرب كيف فعلت فتح بفلسطين عندما اجتمعت في كامب ديفيد واجتمعت في قاعة أوسلو. ولعلي هنا أذكر أيضا تصريح لمساعد للقذافي، قال هو صراحة، قال: كنا ندعم الفصائل في لبنان، ندعم المتنازعين، ندعم هذا وندعم هذا. فنرجو أن لا يحسن النية بالجميع. وأنا أقول الشعب الجزائري جار خير، وأؤكد على هذا. لن تفخر تونس بأن لها جار مثل الجزائر، وتفخر السعودية لو كانت جارة الجزائر، لكن دعوا الشعب التونسي يقرر. أنتم جئتم بهوى الشعب التونسي، ولا بد أن تعودوا للشعب التونسي حتى يقرر قراره. شكرا يا دكتور. شكرا يا أخي محمد، ربي يسلمك. ناخذ شوية تغريدات وبعدين نرجع مشروع حكام